السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع دانا ولارا، بنتين صحاب بيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا ويروحوا النادي، وكانوا بيتكلموا عن عيد ميلاد لارا اللي قرب جدا، ودانا بتسألها دلع عن الهدية اللي نفسها فيها. وفجأة الباب بيخبط وباقي الشلة بيوصلوا البيت. المجموعة بتقرر إن القعدة تكون في البيت بدل النادي، وده اللي مخلاش دانا مبسوطة خالص. بس في الآخر الشباب بدأوا يحتفلوا والأجواء كانت ماشية عادي جدا، وهنا الأمور بتتقلب 180 درجة لما دانا بتدخل الحمام وهي تعبانة. فجأة واحد من صحاب جيري بيدخل وراها وبيحاول يعتدي عليها. دانا بشجاعة بتقدر تدافع عن نفسها وتفلت منه وتخرج للصالة، لكن الصدمة الكبيرة إنها بتكتشف إن لارا سابت البيت ومشيت من كتر التوتر والخوف. دانا هي كمان بتسيب البيت وتمشي فورا. تاني يوم الصبح أم لارا بترجع البيت وبتلاقي كارثة. الباب مفتوح على البحر، والأكل والبيت كله في حالة فوضى مش طبيعية. والأم بتترعب وبتبدأ تندى على بنتها، ولما ما بتلاقيهاش بتكلم دانا عشان تفهم ايه اللي حصل. لكن الحقيقة المرة إن دانا مبتعرفش لارا راحت فين. شهر كامل بيعدي والبنت ملهاش أثر. حتى صاحب لارا بيحاول يوصل لدانا عشان يحل اللغز، لكنها بترد عليه بعصبية إنها بلغت الشرطة بكل اللي فاكراه. وهنا الأم ملقتش قدامها غير طريق السحر الأسود، فراحت لواحدة صاحبتها مكشوف عنها الحجاب في السحر. وبعد شوية حركات وطقوس مرعبة، الصدمة كانت إن الست قالت لها بنتك خلاص ماتت. تاني يوم دانا بتروح بيت لارا والأم بتطلب منها تقعد معاها، ودانا بتدخل المطبخ تعمل شاي، بس بتلاحظ إن المية اللي نازلة من الحنفية ملوثة وشكلها غريب جدا. دانا بتشوف الأم وهي بتحط البخور قدام صور بنتها وهي منهارة، وبتحلفها تقول مكان بنتها فين مقابل أي حاجة هي عايزاها. لكن دانا فعلا مغلوبة على أمرها وما تعرفش مكانها. والأم بتفقد أعصابها وتمسك سكينة وبتبدأ تنطق أسامي أصحاب لارا بصوت مرعب، وكأن في روح تانية هي اللي بتتكلم. دانا بتترعب وبتهرب من البيت بأقصى سرعة، وهي في الطريق بتقابل ست عجوزة شكلها يخوف. بتسألها عن صاحبتها دانا وما بتبقاش فاهمة قصدها ايه، لكن الست بتقول لها ان في بنت واقفة جنبي. ودانا بتفكرها مجنونة، بس لما بتبص في المراية قريبها بتشوف خيال لارا واقف وراها فعلا. وفي نفس الوقت مارك اللي حاول يغلط مع دانا بيكون في الأسانسير، وفجأة بيشوف بنت بفستان أحمر والأسانسير بيعطل في الدور السادس. تحصل أحداث بشعة وبينتهي بموته بعد ما راسه اتحشرت بين الأبواب. وبنرجع لدانا اللي كانت في حمام بيتها وسمع صوت مية شغال، وكانت مفكرة إن أخوها أندي هو اللي بيستحمى، بس بتكتشف إن أندي بره أصلا وعمال يخبط على الباب. وفجأة بتظهر إيد مرعبة من ورا ستارة الحمام. دانا هنا بتعرف إن روح لارا بتطاردها هي كمان، وبتخرج تجري وهي منهارة، وأخوها بيحاول يفهم فيه إيه بس هي متخبي عليه عشان ما يخافش. وهم ماشيين في الشارع بيلاقوا الست العجوزة تاني وهي بتشاور عليهم بنظرات تخوف. وهنا أندي بيقرر يجرب منها عشان ينهي الحكاية. ودانا كانت ماشية في طريقها بتحاول تواصل مشوارها، وفجأة خدت بالها إن في ورقة كانت الست العجوزة حطتها في جيبها. الورقة كان مكتوب فيها طلب غريب إنها تخلص من الورقة دي وترميها في أي مكان. وفي الوقت ده دانا بيوصل لها فيديو مرعب لموت صاحبها، والموضوع قلب الدنيا في جروب الشباب، وهي ما كانتش مصدقة اللي حصل ومستغربة إزاي ده حصل معاه. ودانا حاولت توري الفيديو لبارك عشان تقنعه إن اللي بيحصل ده مش طبيعي، خصوصا إنها شافت طيف أو شبح لارا طلع لها في الحمام. لكن بارك كان بيحاول يهديها وبيقول لها إن كل ده مجرد أوهام وتهيؤات من الصدمة مش أكتر. دانا طلبت منه يساعدها تلاقي لارا، لكنه رد بقلة حيلة وقال لها إن الشرطة نفسها مش عارفة طريقها، إحنا اللي هنعرف. دانا حست إن بارك مش مهتم بجدية بقصتها، فقررت إنها تدور وتعرف الحقيقة لوحدها، لحد ما بارك بدأ يراجع نفسه ويدخل معاهم في المجموعة. وقتها بارك بدأ يحس إن روح لارا عاوزة توصل لهم رسالة معينة، وإن في سر ورا موت صاحبهم بالطريقة البشعة. دانا كانت بتموت وتعرف إيه اللي حصل بالظبط يوم ما لارا اختفت، وده عمل خناقة ما بينهم لأن الشك بدأ يدخل قلبها تجاه كل اللي حواليها. وهي في العربية مع بارك دانا طلبت منه إنها تبات عنده الليلة دي لأنها ميتة من الرعب ومستحيل تقعد لوحدها. فعلا وافق ورجع الشقة. وبالليل وهي في الممر لمحت خيال حد واقف بس حاولت ما تركزش معاه. وفي جانب تاني كان ماركو مع صاحبته روزا في العربية بيتكلموا عن اللي حصل، وماركو من كتر التوتر ما كانش مركز في الطريق. وفجأة خبط واحدة وهي ماشية، وماركو نزل بسرعة يشوف اللي حصل، لكنه اتصدم إن مفيش حد موجود أصلا. ولما ركز أكتر لارا ظهرت وهجمت عليهم، فطلع يجري على العربية تاني. بعدها بشوية استغرب لما لقى روزا بترن عليه بتسأله سبتها وجريت ليه. هنا اكتشف إن اللي كان معاه في العربية دي ما كانش صاحبته، ده كان شبح لارا اللي مرعوب منها. حاول يهرب لكن القدر كان أسرع منه، وجات عربية تانية وخبطته وخلصت عليه. في مكان تاني دانا ما كانتش عارفة تنام من كتر دوشة الجيران، والبنت اللي معاها كانت مستعجلة وعاوزة ترجع بيتها. وفي الممر شبح لارا لسه موجود
ويطار الطفل صغير. الطفل من كتر الخوف جرى على دانا وطلب منها تفتح الباب بسرعة، ودخل حكى لها اللي شافه، وفجأة الباب خبط بقوة، ولما فتحت لقت صاحبتها روزا واقعة ومنهارة من العياط، وبتحكي لها كابوس اللي عاشته في العربية. تاني يوم الشباب راحوا لدجالة وحاولوا يكلموا ماركو، لكن موبايله كان مقفول. ولما الدجالة شافت صورة لارا ملامحها اتغيرت من الخوف، وحكت لهم قصة الست اللي ماتت بالفستان الأحمر، وإن روحها رجعت عشان تنتقم، ولازم يلاقوا جثة لارا ويدفنوها صح، وإلا اللعنة هتاكلهم واحد ورا التاني. الدجالة بدأت تعمل طقوس عشان تحضر الروح، وفجأة المكان اتقلب رعب والكل اختفى، ومجتش غير دانا لوحدها. دانا شافت رؤية غريبة وضحت إن لارا تعرضت لاعتداء، وكانت بتستنجد بدانا وهي بتقع في مكان غرقان مية. والمرعب إن في حد حبس لارا جوه خزان مية وهي حية، ودانا كانت سامعة صرخاتها في الرؤية. وفي الوقت ده الدجالة فقدت السيطرة، وجسمها بقى تحت سيطرة الروح الشريرة، وهجمت على روزا. ودانا حاولت تدافع عن صاحبتها، وبارك حاول يعمل أي حاجة عشان ينقذهم، لكنه في الآخر وقع من الشباك. وانتهى المشهد بوصول الإسعاف عشان تنقل الدجالة وروزا للمستشفى. والحكاية بتكمل لما دانا بتروح شقة لارا، وهناك الصدمة كانت حقيقة لما شافوا جثة الأم متعلقة في الأوضة، وعرفوا إن روح الأم هي كمان بتطرده. ومارك بدأ يضغط على دانا عشان تحكي اللي حصل بالضبط ليلة اختفاء لارا، فقالت له إنهم كانوا سهرانين في البيت وشربوا كتير، وهي دخلت الحمام وتعبت فجأة، وفجأة شافت حد داخل يهجم عليها عشان يتعدى عليها، لكنها هربت. ومن ساعتها وهي مش فاكرة إيه اللي حصل. مارك سألها هل لارا كانت مع ماركو في اليوم ده؟ دانا ردت إنها لما خرجت من الحمام لقت البيت فاضي، والكل مشى في اللحظة دي. دانا بتدخل في رؤية كاملة وبتكتشف الحقيقة الصعبة، إن ماركو هو اللي اعتدى على لارا. صدمة مارك كانت كبيرة وما كانش مصدق إن صاحبه يعمل كده. وفي مكان تاني روزا جالها تليفون مرعب من رقم لارا، وفضلت تصرخ والسرير بيهتز بيها لحد ما طلع لها شبح وفضل يعذب فيها لحد ما خلص عليها تماما. والرعب ما خلصش لحد هنا. الشبح ظهر لدانا وهي في الحمام وهجم عليها وحاول يغرقها في البانيو، لكنها قاومت وخرجت بالعافية. وكلمت بارك وهي منهارة وبتقول لي احنا كلنا هنموت، لازم نلاقي جثة لارا فورا. وفجأة لمحت مية نازلة من الغسالة وكأنها إشارة لمكان الجثة. دانا راحت شقة لارا ودخلت المطبخ، لقيت الحنفية طالع منها شعر وعلامات غريبة في السقف، وده خلاها تطلع فوق السطح وتفتح خزان المية الكبير. وأول ما فتحت الغطا لقيت جثة لارا قدامها. وفي اللحظة دي وصل بارك، ودانا شافت مفاتيح في إيد الجثة، وفجأة حد هجم عليها من ظهرها ورماها جوه الخزان وقفل عليها. دانا وهي بتموت جوه المية دخلت في رؤية جديدة، شافت إن بارك هو اللي دخل البيت بعد ما الكل مشى واعتدى على لارا. ولما لارا حاولت تدافع عن نفسها زقها خبطت في الحمام وماتت في وقتها. دانا فاقت من الرؤية وبدأت تستنجد ببارك عشان ينقذها، لكنه رد عليها بكل برود وقال لها وقتك خلص. في الوقت ده وصل واحد من صحابهم حاول يلحقها، لكن بارك اللي كشف عن وجهه الحقيقي خلص عليه هو كمان عشان يداري على جريمته. وفجأة الخزان فضل يهتز بقوة لحد ما وقع وخرجت تروح لارا وهي جوه جسم صاحبه. وهنا دانا هجمت على بارك وكسرت رجله علشان تاخد حقها منه. بارك حاول يتمسكن ويطلب الرحمة، لكنه غدر بدانا وضربها بالسكينة قبل ما تموت. وفي اللحظة الأخيرة ظهر شبح لارا الحقيقي ورمى بارك من فوق السطح علشان يلقى جزاؤه ويموت في الحال. دانا بعد ما نجت وعرفوا الحقيقة كاملة قررت تصلي على لارا وتعمل لها طقوس الوداع عشان روحها ترتاح وتكون في سلام. ولو حابين تعرفوا أفلام رعب وإثارة زي الفيلم ده اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اقتراحاتكم للأفلام اللي عاوزينها. وما تنسوش لو عجبكم الفيلم والتلخيص تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيلم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.